السلام عليكم خوتي خواتاتي، صباح الخير. كي درتو؟ صحيحتكم لاباس؟ اليوم جبت لكم القزبر والمعدنوس. هاد القزبر والمعدنوس كلشي كيعرفوه، كلشي موجود في السوق، ثمن ناقص. كلشي حاقرو. هاد القزبر والمعدنوس عنده بزاف تاع الفوائد، خاصكم تعرفوها مزيان. خاصكم تعرفوه هو اقوى اللي كيحارب جميع انواع السرطانات. طريقة الاحتفاظ، كاينة طريقة الاحتفاظ العادية، ديريه في واحد المنديل بلا ما تغسليه. هو منقي فقط، وديريه في منديل وفي واحد الميكا، وسدي عليه وديريه في الثلاجة. سينو نتا تشديه وتتغسليه. سينو تشديه وتغسليه وتقطعيه مزيان، تقريضات خفيفة. حاولي انك ما تستعمليش الهاشواغ لانها كتردو مسحوق بزاف، كاع ما كيبقاش البنه كتمشي. الا درتيه بهذه الطريقه البسيطه في المنديل ودرتيه في ميكا وسديتيه ليه في الثلاجه، حاولي انك تحيدي منه جميع الهواء اللي كاين فيه. هكا كومسا غادي تحتفظي به واحد المده طويله، ما تفوتيش سيمانه. ديما الحاجه الطريه احسن من الحاجه اللي محتفظ بها بزاف في الثلاجه، احسن لك. اما الا بغيتي تقرضيه مزيان، وحاولي تقرضيه مزيان وبالقراضه اليدويه، احسن طريقه. تقرضيه وديريه في الفريغو، سينو ما تخليش لتحت لان غادي يخسر، ما يشدش مده طويله. ديريه غير في شي بلاستيكه وسدي عليه، وهو يكون مزيان. والحاجه الطريه ديما كتكون احسن، الا لقيتي الحاجه الطريه غتكون احسن، افضل لك. نهضروا شويه على الفوائد تاع القزبر والمعدنوس. القزبر والمعدنوس الا استعمليهم في الاكل، الا درتي شي عصير فيه البنان والليمون والكيوي، لوحي شويه القزبر والمعدنوس، شي حاجه خضراء ديما لوحي شويه القزبر والمعدنوس تهرسي بها. هو مضاد بزاف للاكسده. تيعطي واحد القوه للجسم، وتيحارب جميع انواع السرطانات. ما تحقروش، راه محقور ماشي ما محقورش، لكن ما تحقروش والله الا الفوائد ديالو زوينين بزاف. كاين حتى اللي كيستعملهم، اللي كيستعملوا في شلاضه، ديما نلوحوا شويه في شلاضه. الفلفله ومطيشه شويه د القزبر والمعدنوس، مطيشه والبصله ديما شويه د القزبر والمعدنوس. الحريره كتري من الحريره وديري فيها القزبر والمعدنوس، راه فيها مضادات الاكسده، كتعطي واحد القوه وواحد النشاط للجسم. واصلا كتزيد حتى في المناعه خصوصا خاصه في هذا الوقت بزاف، ولينا كناكلوا بزاف تاع المواد غير المعلبه، والمواد اللي فيت في. هذيك فيت في راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه قاصحه بزاف، راه فيها شي مواد. قرضيه هادشي كما كنقرضوا دابا، كنقرضوا غير خفيف. حاولي تقرضيه مزيان، قرضيه، ما تستعمليش الهاشواغ لان الهاشواغ والله الا بالزربه تردو مياه، وتتقضي حتى على الجهد ديالو. حيت تستعمليه في الثلاجه في الفريغو، واستعمليه واحد المده ديال سيمانه، ماشي تبقاي شاداه شهر ولا شهرين كما بعض العيالات الله يسمح لهم كيستوكيوه مده شهر شهرين 3 شهور، تشري كميات كبيره وتتخليها خازناها علاش مالنا؟ راه قزبور معدوس راه رخيص، ماشي شي حاجه غاليه. الفوائد ديالو حيت يكون باقي طري مجهده، كتعطي تتحارب جميع انواع السرطانات اللي كاينه في الجسم، اللي ناعسه واللي فايقه. وافقوا معنا شويه. باش نكونوا شادين شويه صحتنا، خاصنا نستعملوا شي مواد اللي تتحقروها بزاف. رخيص ولكن والله الا فعال بزاف. القزبور باش صالح تيحيد السموم اللي كاينين في الجسم، كيحارب هشاشة العظام. عنده واحد الفوائد اخرى بالنسبه لمرضى السكري، راه كيحاول انه يقاد نسبه السكر في الدم. استعملوه بزاف لي غوستات ديالكم كاملين. تيساعد ايضا على انتاج الكريات تاع الدم البيضاء، وكريات الدم البيضاء علاش صالحه؟ كتقوي المناعه، كتزيد في المناعه، حيت تزيد في المناعه كتزيد في القوه تاع الجسم. مزيان لمرضى السكري، يعني نقولها وكنعاودها، ديروه لهم بزاف في الاطعمه ديالهم. اما بالنسبه للمعدنوس راه فيه الحديد، فيه الكالسيوم، فيه المنغنيسيوم، فيه شي معادن اللي ما باينينش ولكن مجهده، خصوصا فيتامين سي كتقولوا غير في الليمون، في كيوي، راه كاين حتى في البقدونس، المعدنوس. هو مضاد للالتهابات ومطهر. ولا قرصتك مثلا شي حشره بالزربه، سيري جيبي البقدونس والمعدنوس ودوزيه عليها، الرحمه الله.
والله يسخر لكم والله يسهل على الجميع. انا كما كتشوفوا كنوريكم مازال كيفاش كنقرض فيه. قرضوه واحد المده، راه قرضت الكميه الاولى، دابا زدت الكميه الثانيه. ومزيان ايضا بالنسبه اللي فيها الكحه، اللي شداتها الكحه النيت، تبقى تستعملي المشروب ديال البقدونس، ولا تستعمل البقدونس في شي شلاضه ولا هكا تكثر منه، راه مفيد بزاف. ها هي الربيعه ديالنا كما كتشوفوا هي محقوره، ولكن والله الا الفوائد ديالها زوينين بزاف. استعملوها سورتو مرضى السكري. الحلقه ديالنا سالات، ما سخيناش بكم. ان شاء الله باذن الله مره اخرى. وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالنا، ودعمونا شي شويه باش نطلعوا ان شاء الله. والله يسخر والله يسهل على الجميع. شكرا لكم. بسلامه، باي باي.